السلام عليكم. اليوم نتكلم على موقف الطرماح بن عدي الطائي مع الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا العنوان يمكن أعطي عنوان هو تضييع الفرس. احنا كثير من استادية بتضييع الفرس. خلينا نشوف شنو الموقف مال الطرماح. المواقف اللي تستحق التأمل في طريق الإمام الحسين هو موقف الطرماح بن عدي الطائي، رجل أحب الحسين. هو هنا الكارثة أن أنت تحب الحسين لكن تردد في نصرته فخرج من التاريخ حسرة وندما. هو من الطرماح؟ طرماح شاعر وفارس من قبيلة طي، كان من محبي أهل البيت، معروف عنه، عرف بالحماسة والكرامة والشجاعة والضيافة. التقى بالإمام الحسين سلام الله عليه في الطريق إلى كربلاء، جاء وكان شايل طعام، وهاي الكارثة العظمى، كان شايل طعام ومؤونة. قال يا ابن رسول الله ورائي رجال في طي مطيعون لي، أنا شيخ عشيرة وهناك مكان أتيك بهم أو تروح نقتل هناك بين الجبال. الإمام الحسين ما كلش اقتنع بالموضوع، قال له لا جزاك الله خيرا، لا حاجة لنا في الرجال، أنا رايح قضى الله ما هو قاض، أنا رايح إلى كربلاء ورايح الكوفة، راح اللحظات الأخيرة بعد احتسمت الحسم صار يعني. قال له أنا راح أودي المؤونة مالتي وأرجع أكون وياك. هاي الكارثة العظمى اللي احنا نقول عليها. هو يحب الحسين ونيته صادقة مع الحسين، لكن فضل أنه يودي المؤونة لأهله. شوف نظام الأولويات عندنا يختلف من شخص إلى آخر. أنه هو الأولوية عنده ما كانت نصرة الحسين، لا الأولوية ودي الأكل ويرجع. العبرة شنو هنا؟ ما يكفي أنك تحب الحسين، بل لابد من الفداء والموقف. التردد بالحق والأولويات والخذلان راح يأذيك. الفرس لا تنتظر أحد، لذلك الإمام علي شو يقول؟ اغتنموا الفرس فإنها تمر مر السحاب. ايش قد من طرماح بهذا الزمان موجود يؤجل ويقصي نفسه عن فرس تجيه. ايش قد هسه المعركة اللي صارت انتهت، معركة 12 يوم، أنا أعتبرها من المعارك التاريخية والمفصلية، أنه أنت تخلد نفسك تكون مع الحق مع الجمهورية أو تكون مع بني صهيون. أنت راح تكون أنت تكون محب لهم وتريدهم وتريد لهم الخير وتشجع بهم، لكن أنت قد تأجل وتسوف وما أخذت الموقف الكافي. ايش قد طرماح موجودين هم صادقين بس ما أخذوا الموقف الحقيقي، لأن ما عندهم الوثوب نحو نصرة الحق. ودائما الفرص تمر، أنت راح تحدد وين تكون، مع الحق أو مع الباطل. شوف مثلا العلماء الإيرانيين اللي استشهدوا، كل الناس تفاجأت أن ذولي فعلا أنصار الحسين، عالم كبير قائد كبير بالجيش وبالحرس قاعد له بشقة بسيطة. لأنه هنا أنت مو تقول أحب الحسين قاعد له بقصر ماخذ المليارات وماخذ السيارات والحرس. أي حسين هذا يزيد، هذا ادعاء. أنت الفرصة تجيك أنه تكون مع الحسين ومع يزيد، أنت تقررها. هذا راح القرار مالتك ختم فيما أنت راح تحاسب عليه، ما حد راح يظلمك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعاذ الله إيانا وإياكم من الظلم. السلام عليكم.